ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وجبة النهاردة بقى لذيذة وسهلة وخفيفة، هيلسي. الناس اللي ماشية على نظام او الناس اللي عاملة دايت هتنفعهم جدا. وجبة النهاردة اصلا هي مش حاجة غريبة ومش حاجة جديدة، يكاد يكون بنعمل اصلا الوجبة دي ممكن نكون بنعملها أصلا كل أسبوع أو كمان مرتين في الأسبوع، ولكن بنعملها بطريقة غير صحية. النهاردة بقى هنعملها مع بعض بطريقة صحية جدا وخفيفة جدا جدا جدا. بس طبعا قبل ما اقول لكم الوصفة ايه والمقادير ايه، متابعين الحلوين ما تنسوش اللايك الجميل، ولو اول مرة تنوريني في القناة اهلا وسهلا بيكي، نورتيني. ما تنسوش الاشتراك. تعالى اقول لكم هنعمل ايه. في الاول كده انا معايا صدر فرخة كامل، هبتدي اقطعه كده شرايح دواير كده. طبعا انت في الوصفة هنا بتستخدمي الخضار بالكمية اللي انت بتحدديها والفراخ بالكمية اللي انت بتحدديها. بعد ما قطعت الفراخ هاخدها في بولة، وبعدين هضيف عليها ملح، توابل فراخ، زنجبيل، توم باودر، بصل باودر. هقلبهم كويس جدا وهخليهم يتنقعوا شوية في التتبيلة دي او في التوابل دي. تاني حاجة الخضار بتاعي، وكان بطاطس وفلفل الوان وبصل وطماطم. في المرحلة دي انت تقدري تضيفي اي خضار زيادة انت حباه. هبتدي اخد البصل بتاعي وهقطعه جوليان كده، شرايح رفيعة خالص. بالظبط كده بالشكل ده. هجيب بقى الصينية بتاعتي الجميلة اللي هعمل فيها او اللي هدخلها الفرن، هديها مادة دهنية من تحت كده، زيت زيتون بقى، زيت عباد، زيت ذرة، اي زيت انت حابة تضيفيه من تحت بس كده في الصينية علشان خاطر ما يلزقش، بس مش اكتر ولا اقل. هضيف بقى البصل بتاعي اللي قطعته. مالكيش دعوة بالرص اللي انا برصه، انت تقدري بقى ترصيه زي ما انت عايزة وتحطيه زي ما انت عايزة. انا بعمل كده يعني تجميلا للشكل العام. هضيف بقى على البصل ملح وفلفل اسود. هبتدي بقى اقطع الخضار بتاعي، ابتديت بالفلفل الرومي والفلفل الحامي، وبعدين هاخد بقى الفلفل الالوان الاحمر والاصفر. عايزه اقول لكم ان الفلفل الالوان فيه فيتامين كتير، غني بفيتامين سي، مفيد جدا. علشان كده انا بحب ادخله في معظم اكلاتي، وبيدي طعم حلو جدا برضو في الاكل. نرجع تاني بقى لموضوعنا. هبتدي بقى اقطع انا كنت قطعت الفلفل الرومي والفلفل الحامي، قطعت بقى الفلفل الاصفر وادي الفلفل الاحمر. هاخد بقى نص كمية الفلفل دي كلها اللي انا قطعتها. ما تقولوش الفلفل كتير، لا كان حلو جدا، كانوا مخليين طعم البطاطس حرفيا حكاية. انت بقى تقدري تحطي بقى الكمية اللي انت حباها، تزودي تقللي على حسب بقى الكمية الاكل اصلا اللي انت بتعمليها. هاخد على البصل كده نص كمية الفلفل اللي قطعته. هبتدي بقى اضيف نص كمية الفلفل على البصل كده، هوزع بقى بأي شكل انت حباه بقى. بعد كده هاخد الطماطم بتاعتي وهبتدي اقطعها زي البصل كده بالظبط. عايزه اقول لكم ان هي وجبه حرفيا خفيفه جدا ومش بتاخد وقت خالص في المطبخ. ما هي غير تقطيع خضار، يعني هي الوجبه اصلا ما هي غير تقطيع خضار. احنا بنقطع الخضار كده والفراخ وبنتبلهم وكله بيتحط في الصينيه وعلى الفرن، وشكرا على كده. حابه بقى تقدمي جنبها رز ابيض، الولاد حابه تقدمي مكرونه جنبها، اي حاجه بقى انت حابه تضيفيها جنب الوجبه طبعا بتعمليها. حاجة كمان، وجبة حلوة لكل اللي في البيت، يعني اللي عامل دايت واللي مش عامل دايت كمان. بس احنا عملناها بصدور الفراخ النهاردة علشان تبقى صحية اكتر. انا عارفة ان احنا دايما بنعملها بدبابيس الفراخ او ركة الفراخ، ولكن انا عملتها بصدور الفراخ.
بحيث ان هي تكون صحية اكتر، وفي نفس الوقت تغيير بقى، بدل ما احنا بنعمل صدور الفراخ مشوي، مش عارف بنعمل مثلا شاورما، الحاجات التقليدية دي لأ. طب تعالوا بقى نعمل حاجة جديدة وسهلة وفي نفس الوقت حلوة جدا للي عامل نظام او ماشي على دايت. حلوة هتنفع وكل افراد الاسرة هياكلوا من اللي عامل دايت، واللي مش عامل دايت هياكل منها. هبتدي بقى نرجع تاني لموضوعنا. هبتدي بقى اقطع البطاطس بتاعتي دواير برضو كده، مش هقطعها دواير تخينة ومش هقطعها دواير رفيعة، ولكن في الحجم المتوسط كده علشان تستوي كويس، ولا كبيرة ما تستويش ولا رفيعة قوي اللي هو تستوي وشكلها يبوظ مني، لا يعني هي حلوة كانت متوسطة كده. هبتدي بقى ارصها كده بالشكل الجميل. انا كنت عمالة بفنن فيها بصراحة الصينية دي. هبتدي بقى ارص كده البطاطس، وبعد كده عليها بقى طماطم وفلفل الوان زي ما انتوا شايفين كده. كنت مفننه يعني، ابدعت في الرسم بصراحه. بعدين بقى هاخد شرايح صدور الدجاج اللي كنت متبلاها وكانت في التتبيله، هبتدي ارصها بقى على الصينيه كده. طبعا قعدت بقى الصدور قعدت في التتبيله، اتنقعت في التتبيله شويه حلوين، وكانت اتشربت من التتبيله تماما. انت ممكن بقى تعملي الصينية دي قبلها بيوم يعني، وتحطيها في التلاجة قبلها بكام ساعة. انا كنت عملتها وقعدت بصراحة كام ساعة. لما بتقعد في التتبيلة بتيجي تسويها بقى، بتبقى ريحتها حلوة، بيبقى طعمها حلو جدا. كل ما بتقعد في التتبيلة بتقعد بيبقى طعمها حلو جدا بصراحة. جبت بقى نص كوباية مية ومن الحروف كده يعني، ما مشيتهاش على الفراخ عشان ما تنزلش التتبيلة بتاعتها. وعلى الفرن بتاعتي بقى درجة حرارة عالية وشبكة في النص، وطلعت قمر كده. تقدري تستكفي بقى لحد المرحلة دي وتقدري تستكفي. انا طبعا جملت الموضوع عشان ولادي، وطبعا ما عندناش بقى ولا دايت ولا نظام ولا الكلام ده، فجملت لهم بقى الموضوع بالجبنة الشيدر، جبنة موتزاريلا. تقدري بقى انت تستغني عن الخطوة دي او تخليها، ولكن كانت مديها شكل حلو جدا ومديها طعم حلو جدا. دخلتها تاني الفرن وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه الحلو ده، والريحة كانت حرفيا قمر والطعم كان قمرين. عايزة اقول لكم ان ما شاء الله يعني اتنسفت. بالهنا والشفا طبعا، وكانت خفيفة جدا مفيهاش اي دهون. اكلة هيلسي فعلا حقيقي، وجبة صحية كده. جربيها اكيد هتعجبك، انا متأكدة ان هي هتعجبك، ومتأكدة ان انتي بعد الفيديو ده هتعملي الغدا يا النهاردة يا بكرة بطاطس بصدور الدجاج. فألف هنا وشفا مقدما على قلوبكم، ويا رب الوصفة تعجبكم. بصوا بقى البطاطس مستوية ازاي وحلوة، ريحتها بصراحة كانت حلوة جدا، خفيفة جدا فعلا يعني. هي ما باتش منها اصلا ولا بطاطاية. فبالهنا والشفا على قلوبهم، وبالهنا والشفا على قلوبكم مقدما. يا رب الوصفة تعجبكم، وما تنسوش طبعا تكتبولي في الكومنتات. بصوا بقى الفراخ استوت ازاي وحلوة، طعمها بقى كانت شاربة من التتبيلة وحرفيا كانت حكاية. انا عملت جنبها رز ابيض، تقدري بقى انت تعملي جنبها رز ابيض زي ما انا ما عملت كده. تقدري تعملي مكرونة، تقدري تعملي طبق سلطة كده محترم. اي حاجة بقى انت حباها جنبها، او اي نوع من انواع الرز تقدري تعمليه. بس كده، وده كان نهاية الفيديو بتاعي، واتمنى يكون عجبكم ووصفتي تكون خفيفة على قلوبكم كده، واتمنى تجربوها وتكتبولي في الكومنتات. واستنوني في فيديو جديد، وما تنسوش طبعا متابعيني الحلوين، ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم ودعمكم ليا. ولو اول مرة تنورني في القناة، اهلا وسهلا بيكي، نورتيني. تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم بخير يا رب، باي باي.